بص يا صاحبي، في ناس اول ما تسمع كلمة شراكة بين صحاب تقول لك ابعد عنها. في ناس تقول لك احسن شراكة هي اللي بين ناس تعرف بعضها. والحقيقة ان الشراكة مش بتنجح بسبب الصحوبية ولا حتى بتفشل بسبب الصحوبية، هي بتنجح او بتفشل بسبب الإدارة والاتفاق. اكبر غلطة بيقع فيها ناس كتير انهم يفتحوا مشروع وهم معتمدين على كلمة احنا اصحاب ومفيش بينا حساب، وده للاسف اول طريق للمشاكل. لان النهارده انتم متفقين، بعد سنة ممكن تختلفوا، مش لان حد وحش، لان المصالح بتتغير والظروف بتتغير. عشان كده اي شراكة محترمة لازم تكون بورق، حتى لو شريكك اخوك او صاحب عمرك. لازم يبقى فيه عقد واضح مكتوب فيه مين دفع كام ومين مسؤول عن ايه، والمكسب هيتوزع ازاي، ولو حصلت خسارة هتتوزع ازاي، لو حد حب يخرج من الشراكة يعمل ايه، ولو المشروع كبر مين له حق القرار. كل حاجة لازم تكون مكتوبة، لان الورق مش دليل عدم ثقة، الورق دليل احترام. الورق بيحمي الصداقة قبل ما يحمي الفلوس. تخيل ان واحد شايف نفسه بيتعب 10 ساعات في اليوم والتاني شايف انه دفع رأس مال اكبر، مين فيهم يستحق اكتر؟ لو مفيش اتفاق من البداية كل واحد هيشوف نفسه مظلوم، وهنا تبدأ الخناقات وتتحول الصحوبية لمصدر خلاف، وتبدأ الثقة تهتز بين الطرفين. والمفاجأة إن كتير من الشراكات اللي بتفشل ما بتفشلش بسبب قلة المكسب، بتفشل بسبب سوء الإدارة وعدم الوضوح. عشان كده لو ناوي تشارك صاحبك اتفقوا على كل صغيرة وكبيرة، واكتبوا كل حاجة وخلوا الكلام الرسمي موجود، لأن الاتفاق الواضح بيمنع ألف مشكلة قبل ما تحصل. في الآخر افتكر إن الشراكة الناجحة مش مبنية على الثقة بس، الشراكة الناجحة مبنية الثقة والورق والنظام. ده كان مجرد رأي.